تصدق التراك ده حلو؟ لا 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 لا، بس ده احلى. الأذان بيدن. وقف الأغاني لحد ما يخلص. هو ايه الملل ده؟ لحظة، هو انا ازاي بقالي ساعة ونص واسمع في بلاي ليست؟ اللي كنت بتشوفه دلوقتي ده يا عزيزي المشاهد هو دليل كيف تدمر نفسك بنفسك. واحد عادي جدا بيسمع اغاني ولكن منعزل تماما. فالسؤال اللي بيطرح نفسه، هل الاغاني فعلا خطر؟ قبل ما اجاوب على السؤال ده فلازم تعرف ان الاغاني شرعا حرام، وطبعا انت لما بتسمعها بتقول ايه اللي هيحصل، يعني دي سيئة، ولكن انت بتستهين بالذنب. والاقي واحد محنك طالع لي في الكومنتات هيقول لي ازاي انت حاطط موسيقى وداخل تقول الاغاني حرام وتحرمها. احب اقول لك كده يا حبيبي واصبر، ده جزء من شغلي وانا ما اقدرش اغيره. انا عارف ان ده ذنب برضه وربنا يغفر لي وبحاول اقلل منه، لكن مش عارف. ولكن دايما بيقولك اسمع النصيحة من واحد حتى لو ما قدرش ان هو يطبقها. ولكن انت جاي تكلمني انا وسايب الدحيح وابو فلة واكبر القنوات وبتكلم واحد ما وصلش لل1000، وانت حرفيا بتكلموا على اغاني؟ انت مغيب يا صاحبي بجد. مش بس كده، انا مش جاي اناقش هل الاغاني حرام ولا حلال، انا جاي اناقش اثرها النفسي، لان انا ما اقدرش اتكلم في حرام ولا في حلال. المهم، في مقالات ودراسات كتير بتقول ان الموسيقى بتحسن من النفسيه بتاعه الانسان. وهيطلع لي نفس المحنك يقول لي طب ما انت بتقول انها خطر، ازاي تبقى هي خطر كده؟ بتبقى خطر لما انت بتدمنها او تقعد تسمعها لفترات طويله. يعني على سبيل المثال نشغل تراك لويجز كده وقول لي حسيت بايه. الدنيا بتكره الحب تفرح حبيبين، ناس كتير عليا بصة. حسيت بايه؟ حسيت انك مكان ويجز وقلت ايوه ده انا فعلا. عامله كده زي فيديوهات التيك توك بتاعت POV، حرفيا بتحس نفسك اللي هو ده انا. هي بتبقى خطر في حال ادمانها. واحب اقول ان اي شخص يتقال اسمه او هتحط له تراك هنا فانا مش بتكلم عليه هو، انا بتكلم عن الموسيقى عموما. وسماعك للموسيقى لفترات طويله بيأثر على ودانك وادراكك. وخدها من واحد كان مدمن وقعد فتره طويله مش عارف يوقف. في فتره كنت كمان بعمل ميوزك وتراكات بس صوتي ما كانش مساعد طبعا. وبعدين انا جربت ابطلها اسبوع وحسيت ان بقيت احسن كتير. جرب كده تسمع قرآن بدل الاغاني وقول لي هتحس بايه. بدل ما تسمع اغاني لفترات طويلة كده اقعد اسمع سورة البقرة مثلا. واحب اقولك ان انا مش محلل نفسي ولا محلل ديني، انا بس كده اتكلم عن تجربتي الشخصية ووجهة نظري، وكل ده رأيي الشخصي. ومن الاخر كده تبدأ تشوفوا نوعية الفيديوهات دي عندي كتير اوي الفترة الجاية. هقول رأيي في حاجات كتير، فلو انت عندك رأي تقدر تشرفني في سيرفر الديسكورد وتخش كده تديني رأيك هناك، او حتى تيجي تنورنا على الانستجرام. وما تنساش اللايك والسبسكرايب. وبس اشوفك الفيديو الجاي. كان فيديو قصير كده على الماشي بس اعتبرها نصيحة وبس. سلام.